ازاي نعمل فطير خفيف ومورق من غير لا فرد ولا توريق وكمان بأقل نسبة دهون؟ تعالوا شوفوا الطريقة على طول هتلاقوها. مفيش أبسط ولا أجمل من كده. زي ما انتوا شايفين النتيجة، هنجيب كيلو من الدقيق وكوباية من دقيق السميد يكون ناعم، لو متوفر عندكم متوسط مفيش مشكلة، ورشة ملح، معلقة كبيرة مليانة من السكر. وبعد كده هنعمل حفرة في النص بعد ما قلبتهم، وحطيت 3 كوبايات من المية السخنة لكن مش مغلية علشان أقدر أعجن. عجنت لمدة دقيقتين وسبت العجينة تريح 10 دقايق. بعدين أخدتها عجنتها 5 دقايق، هتلاقوها زي ما انتم شايفين طرية جدًا. بعد كده هاحطها في كيس وهاريّحها 10 دقايق قبل ما أبدأ أفردها. مش هنتعب في الفرد ولا أي حاجة. قسمت العجينة بتاعتي نصين وعلى رشة دقيق بسيطة فردت نص العجينة كويس جدًا على قد ما تقدروا، لكن مش شرط إن انتم ترقوها أوي. هنجيب بقى نص كوباية من الزبدة ونص كوباية من السمنة، خليط كده بينهم. الزبدة بتدي توريقة والسمنة بتدي طعم حلو أوي. وبعد كده رشيت على كل جزء منهم معلقة كبيرة مليانة من النشا، وكمان معلقة من السميد. وبعد كده بعد ما رشيتهم كويس جدًا عملت فتحات كده وقفلتها بالطريقة اللي احنا كلنا عارفينها، طريقة سهلة جدًا. وريحت بقى العجينة بتاعتي كده في التلاجة لحد ما اخلص الجزء التاني. وبعد نص ساعة اخدتها قفلتها كده كويس من تحت ومن الاطراف حلو، علشان انا عايزة الفطيرة بتاعتي تبقى مدورة. جبت بقى صاج بتاعي كبير لاني ما بحبهاش تخينة قوي، بحبها كده فطيرة تكون رقيقة وخفيفة شوية، يعني مش تخينة. ودهنت كمان دهن من يعني المواد الدهنية اللي كانت عندي. وبعد كده سبتها بعد ما فردتها في الصاج لمدة نص ساعة ودخلتها بقى فرن ساخن، هتطلع معانا مورقة وتحفة زي ما انتم شايفين.